نشهد اليوم ميلاد هذه الاتفاقية التي تجمع قطاع التربية بقطاع الشباب في سياق يعني عمل قطاع الشباب على تنشيط المؤسسات الشبانية وإرجاع الحيوية لهذه المؤسسات تباعا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وتطلعه لرفع مستويات تأطير الشباب وهيكلتهم وإدماج الشباب الجزائري ضمن المؤسسات الشباب. يعلم الجميع بأنه الأطفال والشباب عندهم أوقات فراغ بعد الخروج من العملية التربوية والتعليمية، فسنعمل على الرفع من جاهزية مؤسساتنا الشبانية وجاهزية إطاراتنا المتخصصة في تربية الشباب وتنشيط الشباب لاستقبال هؤلاء التلاميذ وهؤلاء الطلبة، لا سيما تلاميذ الطور الثانوي، من خلال تجهيز أنشطة متنوعة تكون في متناولهم وتكون ضمن رغباتهم. ولذلك في إطار التعاون مع وزارة التربية عملنا على إيجاد الجسور التي من خلالها والآليات التي من خلالها يتم التعاون بين القطاعين لضمان انخراط أبنائنا في هذه العملية. كما عملنا على تعزيز وجود الطلبة والتلاميذ المتفوقين دراسيا والمتفوقين من ناحية السلوك المتميز في الوسط المدرسي ضمن مخيماتنا الصيفية والتي ستجمع 32 ألف مستفيد من هذه المخيمات. سيكون أو ستخصص نسبة 20% من هذه المخيمات الصيفية لصالح المتفوقين دراسيا والمتميزين سلوكيا في الوسط المدرسي. كذلك هذه الاتفاقية ستتيح لإطاراتنا ومؤسساتنا الشبانية والجمعيات الشبانية الشركة القطاع من تنظيم مخيماتها الصيفية وبعض الأنشطة في بعض المؤسسات التربوية الموجودة في المناطق الساحلية، ولكن بضمانات تنظيمية نحافظ من خلالها على هذه المؤسسات وعلى الوسائل البيداغوجية حتى تتمكن المدرسة والمؤسسة التربوية من أداء دورها في الموسم المقبل بحول الله تعالى دون أن تتأثر بهذه العمليات التنشيطية لهذه المؤسسات. إذن في اعتقادي هي اتفاقية مهمة سنعمل من خلالها على إيجاد فضاءات كثيرة، 2661 مؤسسة شبانية منتشرة عبر كافة التراب الوطني، ستكون قبلة بإذن الله تعالى لطلبة الثانوي وطلبة المتوسط وطلبة وتلاميذ الابتدائي لممارسة مختلف الأنشطة العلمية والابتكارية والثقافية والفنية بإذن الله تعالى وقوته، تنمية لمهارات أبنائنا وتعزيزا لقناعاتهم الوطنية وقيمهم الوطنية وتكملة للعملية التربوية التي تقوم بها المنظومة التربوية ضمن الأوقات التربوية المحددة. شكرا وبارك الله فيكم.